هنعمل مع بعض البوكيه الورد القمر ده اللي هيعيش معانا سنين. فكرة كرياتيف جدا وسهلة، وكمان هتبقى ذكرى جميلة جدا للي هنهديها له، وكمان مكلفتناش كتير وعملناها بطريقة سهلة جدا. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاجها وهي الشريط الستان، اعرض حاجة باي لون انتوا تحبوه. هنحتاج كارت او ورق كوتشينة زي ما انا جبت كده، وهنبتدي نلفه بالطريقة دي كذا لفة علشان نعرف نعمل ورق الوردة ويطلع معانا مظبوط. وبعد ما لفيت شريط الستان هجيب المقص وابتدي اقصه بالطريقة دي من فوق ومن تحت علشان يطلع معانا مظبوط والمقاسات كلها تطلع متساوية. بعد ما قصيتهم وسويتهم هبتدي اخد اول ورقة معانا واجيب مسدس الشمع واحط نقطة من على الحرفين من فوق بالطريقة دي، وابتدي اتنيهم من الجنبين بنفس الطريقة اللي واضحة في الفيديو دي. بعد ما خلصت الخطوة دي هحتاج مسدس الشمع علشان احط شمع من الاجزاء اللي تحت من الطرفين، وابتدي اتني الطرفين اللي من تحت بنفس الطريقة اللي واضحة في الفيديو دي. وكده نبقى عملنا ورقة من الوردة. هنعمل كل الكمية وكل اللي احنا عملناه بنفس الطريقة. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على القناة علشان يوصل لكم اي فكرة جديدة هعملها. زي ما انتوا شايفين انا لما بتني الاطراف اللي من فوق مش بتنيها قوي، يعني تكون في وسع كده في الشريط علشان يديني شكل الوردة الحقيقي. وكده بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي هبتدي بقى اعمل الوردة. احتاجت اعواد شيش طاووق علشان ابتدي اعمل الوردة. هحط شمع على اول ورقة بالطريقة دي واثبت عليها العصاية. بعد ما بثبتها كويس ببتدي احط شمع على ورقة الوردة من تحت بالطريقة دي، وابتدي الفها حوالين بعضها زي ما واضح كده علشان يديني قلب الوردة زي ما واضح في الفيديو. الخطوة اللي بعد كده وهي اني برضو هجيب نفس ورق الوردة واحط شمع من تحت وابتدي الفها على عكسها بالطريقة الواضحة دي علشان ابتدي اطلع بالوردة. في كل مرة وانا بحط الورقة ابتدي اثبتها كويس بايدي كده علشان تثبت كويس بالشمع. ورقة الوردة اللي بعد كده هحط عليها شمع واثبتها في الجهة المقابلة من الورقة التانية، وابتدي برضو اثبتها بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين شكل الوردة ابتدى يتشكل معانا. هبتدي بقى اعمل بقية الوردة بنفس الطريقة. الوردة بنشكلها على حسب الاحساس الجنب اللي ناقص ورق وردة ايه بنثبتها فيه. وطبعا احنا نقدر نتحكم في حجم الوردة زي ما احنا عايزينها وردة كبيرة او وردة متوسطة او وردة صغيرة على حسب ما احنا محتاجين. بس انا حبيت اعمل شكل الوردة المتوسطة لان هي شكلها ارق واجمل. وكمان اصلا الوردة بشريط الستان طلع معانا شكلها كأنها طبيعية جدا. وكمان لو عملناها باي لون تاني زي الروز او الاحمر او اي لون تاني من الوان الورد او الابيض حقيقي هتطلع شكلها تحفة. وكمان لانها سهلة جدا، وزي ما انتوا شايفين الوردة ما بتاخدش اي وقت معانا، بتتعمل بسرعة جدا، وكمان الفينش بتاعها بيطلع جميل زي ما واضح كده. انا هنا وصلت الوردة للحجم اللي انا عايزاه، بشوف بس من كل جنب للوردة هل ناقصها ورق ولا لا، ولو ناقص بزوده زي ما واضح كده. الطريقة دي احسن طريقة لعمل الوردة، وكمان بتطلعها شكلها طبيعي جدا غير الطرق التانية بتطلع كأن شكلها فيك شوية، لكن دي احسن طريقة تطلعوا بيها شكل الوردة زي الطبيعية بالظبط. وده بقى كده شكل الوردة بعد ما ثبتها كويس وظبطتها، حقيقي شكلها تحفة جدا كأنها زي الحقيقي. انا هنا بضغط عليها علشان يتثبت كل اطرافها لو في حاجة مش متثبتة. وده كده شكلها من تحت. حقيقي الوردة شكلها تحفة جدا زيها زي الحقيقية بالظبط. انا بقى عملت منها كميات، عملت 13 وردة علشان اعرف اعمل البوكيه بتاع النهاردة. علشان بقى اثبتهم في بعض هجيب اي واشي تيب او سولوتيب عندنا، ده اللي كان متوفر عندي. هبتدي الفها على الوردة بالطريقة دي واحط جنبها الوردة والفهم حوالين بعض بنفس الطريقة اللي واضحة، وهزود كل وردة والتانية والفها عليهم بنفس الطريقة علشان يبقى كلهم متثبتين مع بعض. على فكرة البقرة الواحدة من شريط الستان عملت معايا ورد كتير جدا، عملت معايا حوالي 11 وردة. استعنت بس بالبقرة التانية علشان اعرف اعمل الوردتين التانيين اللي فاضلين. طبعا حجم الورود ده على حسب احتياجنا واللي احنا عايزينه. ده يعتبر بوكيه وسط، بس نقدر نزود او نقلل على حسب اللي احنا عايزينه ومحتاجينه. وكمان بكر الستان ده بيبقى رخيص جدا، موجود في محلات الخياطة والتطريز هتلاقوه متوفر بكل الالوان. بيبقى يعني سعره ما بيتخطاش 30 جنيه للبقرة. فحقيقي جميل جدا وبيعمل كتير، وكمان موفر بطريقة جميلة جدا.
وكمان احنا لو اشترينا عمود البقر كامل بالجملة هيكون ارخص بكتير، يعني سعره في المنشية تقريبا متخطاش 70 جنيه للون. فسهل جدا ان احنا نجيب البقرة، هيبقى موفر معانا، لان احنا لو عايزين نعمل مشروع او حاجة هيبقى سهل معانا ويوفر معانا في الاسعار. انا بقول لي لو حد عاوز يعمله مشروع، لان الفكرة دي طالعة ترند جدا بره، فانا حبيت اعملها لكم علشان لو حد عايز يبتدي يعملها لاي حد بيحبه او اي مشروع عاوز يعمله. فحقيقي الفكرة جميلة جدا، لان هي بديل للورد الطبيعي ان هو هيدبل ويبوظ في ساعتها، لا دي هتبقى ذكرى موجودة معانا العمر كله نفتكرها. وانا بحب الورد جدا ومش بحب ان هو يدبل، بحب ان هو يفضل موجود كده. فحقيقي الفكرة دي جميلة جدا ان احنا نبدلها بالورد الطبيعي. وده كده شكله بعد ما ثبت كل الورود في بعض. هبتدي الف كذا لفة علشان اثبتهم كويس، وده كده بقى شكله. وبعد ما ظبطته كله، في حاجات زيادة عملتها، وهي ان في ورود كانت بعيدة عن بعض ابتديت احط سولوتيب علشان اضمهم على بعض كده. الخطوة دي اختيارية، لو الورد معاكم مظبوط فملهاش لازمة. هنبتدي بقى في ورق التغليف، وده بيتجاب من اي مكتبة، اسمه ورق تغليف للورد. طبعا نقدر نختار اللون اللي احنا عايزينه. هبتدي، هو بيبقى متني بالطريقة دي، هبتدي اتنيه كده بنفس التنايات اللي واضحة دي علشان ابتدي اعمل التغليف اللي انا عايزاه. طبعا التغليف ده بيبقى شكله اختياري، بس دي الطريقة اللي انا عملتها. ابتديت اتني الجزء اللي تحت بالطريقة دي علشان اعرف اغلف بيه البوكيه، وحطيت سولوتيب علشان ابتدي اثبته، وهعمل واحدة كمان بنفس الطريقة. طبعا ورق تغليف البوكيه الاسود مع الورد الاحمر حقيقي هيبقى خطير جدا وشكله تحفة، بس احنا نقدر نغلفه باي الوان تانية على حسب المتوفر عندنا واللي موجود. وده كده بعد ما خلصت الورقتين بتوع التغليف، هجيب الورد بقى علشان ابتدي اغلفه. هحطه بالطريقة دي علشان ابتدي اثبته كويس بالسولوتيب. التغليف بيبقى سهل جدا وليه اشكال كتير، فاحنا نقدر نبدع زي ما احنا عايزين في تغليف البوكيه. انا هنا عشان اثبت الجنب الاول ابتديت اثبته في الورد، وضميت عليه الجنب التاني وثبتهم في بعض، وده بقى كده شكله. هبتدي احط الجزء التاني من ورق التغليف علشان شكله يكمل معايا. وهنا الجزء ده ما استعنتش غير بلزق الدبل فيس مش السولوتيب علشان يديني فينش كويس وشكل حلو. هبتدي اثبت الاطراف في كل جنب بالطريقة دي، وهحتاج لاي خلة كده علشان ابتدي اشيل الكسرات اللي في البوكيه دي واعرف اثبته كويس. ده كده شكل الجزء اللي فوق من البوكيه بعد ما كمل وخلصته. هبتدي بقى امسك الجزء اللي من تحت ده علشان الزقه بالسولوتيب واثبته كويس علشان اعمل الجزء اللي تحت من البوكيه. وهبتدي الف السولوتيب واشده جامد بالطريقة دي علشان يثبت معايا ويمسك البوكيه من تحت. الجزء اللي تحت من البوكيه هبتدي اجيب نص ورقة بالطريقة دي وابتدي اتنيها بنفس التانية كده كأنها مثلثة، وابتدي اتني الجزء الزاوية اللي فوق علشان اعرف الفها على ايد البوكيه. هجيب كده البوكيه علشان ابتدي اثبت عليه الجزء اللي احنا تنيناه. هثبته بلزق السولوتيب الاول علشان اعرف اثبته كويس واعرف الف بقية اللفات. وممكن كمان قبل خطوة السولوتيب ممكن نزود زيادة تأكيد، واحنا نحط دبل فيس على الجزء اللي من مسكة الايد ده علشان يبقى ثابت معانا اكتر. هبتدي الفها كده بنفس الطريقة واثبتها بالسولوتيب، وهعمل فوقيها طبقة او طبقتين كمان علشان تعمل مسكة البوكيه وتكون عريضة وكبيرة. زي ما انتوا شايفين عملت واحدة كمان، وهبتدي اثبتها من تحت كده علشان الفها ويبقى الشكل اللي من القدام يبقى شكله مظبوط. كده احنا ممكن نكتفي بعرض مسكة البوكيه لحد كده. انا هنا حطيت دبل فيس علشان اثبته يبقى ده شكله نهائي. ممكن نزوده ونعرضها اكتر من كده، وممكن نكتفي لحد كده على حسب ما احنا نحب وعلى حسب ما احنا محتاجين. وده بقى كده شكل البوكيه بعد ما خلص. حقيقي شكله تحفة جدا. ناقص بقى تفصيلة كمان، وهي اني جبت شريط من شريط الستان اللي احنا عملنا بيه الورد
تكون طويلة شوية علشان نعمل الفيونكة. ابتديت ألفها على مسكة البوكيه بالطريقة دي وألفها فيونكة. طبعا وانا بلفها فيونكة فهي بتطلع كبيرة معايا، ابتديت ان انا افكها وارجع اربطها تاني بالطريقة الواضحة دي علشان توصل للحجم اللي انا محتاجاه واللي يكون متناسب مع البوكيه. الجزء اللي تحت من الشريط ده انا قصيته مثلثة بالمقص بالطريقة الواضحة في الفيديو دي علشان تدي شكل جمالي حلو. وده بقى كده شكل البوكيه بعد ما ظبطته وحطيت له الفيونكة. هي بس الفيونكة ممكن نثبتها بالشمع او اي دبل فيس علشان تفضل ثابته معانا. حقيقي البوكيه طلع سهل جدا وبسيط وكمان ما خدش مننا وقت ولا اخد مجهود، بالعكس وانا بعمله كنت مستمتعه جدا. الخطوه اللي انا عملتها دلوقتي وهي ان جبت اي برفيوم او بادي سبلاش عندي ورشيت الورد علشان يبقى ليه ريحه حلوه، فهي حقيقي هتبقى هديه انيقه جدا لاي حد، وكمان ذكرى جميلة وسهلة وبسيطة مخدتش معانا وقت كتير. مستنية اشوف تنفيذكم وابداعكم للفكرة.